السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه القصة ذكرها ابن القيم عن القيرواني أنه ذكر في كتاب البستان عن بعض السلف قال: كان لي جار يشتم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان ذات يوم أكثر من شتمهما فتناولته وتناولني، فانصرفت إلى منزلي وأنا مغموم حزين، فنمت وتركت العشاء، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، فلان يسب أصحابك. قال: ومن أصحابي؟ قلت: أبو بكر وعمر. فقال: خذ هذه المدية أي السكين فاذبحه بها. فأخذتها فأضجعته وذبحته، ورأيت كأن يدي أصابها من دمه، فألقيت المدية وأهويت إلى الأرض لأمسحها، فانتبهت وأنا أسمع الصراخ نحو داره، فقلت: ما هذا الصراخ؟ قالوا: فلان مات فجأة. فلما أصبحنا جئت فنظرت إليه فإذا خط موضع الذبح. قلت: وصدق الله تعالى إذ يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله أوشك أن يأخذه. فاحذر أخي المسلم أن تكون دأبك الشتم واللعن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، فهذه ليست من صفات المؤمنين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. ليصلك كل جديد اشترك الآن.